السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام فين ما كنتوا، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وعواشركم مبروكة إن شاء الله. رمضان كريم وصيام مقبول، الله يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. المهم جيتكم بهاد المعسلة أو بهاد البسيطلات. مهم دوزوا المقادير. أولا وقبل كل شيء اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنايا عندي 300 غرام ديال اللوز و 300 غرام ديال القرقاع عين الجمل أو الجوز. هذيك 300 غرام ديال اللوز عندي النص فيها بودرة، والنص 150 غرام بودرة اللوز و150 غرام لوز مقلي ومطحون. هانتوما كتشوفوه طحنتو بقليل من السكر، والقرقاع حتى هو او عين الجمل حتى هو طحنتو. المهم كنطحنوهم مزيان، وكندير ديك البودره ديال اللوز، داك 150 غرام ديال اللوز الكماله ديال 300 غرام ديال اللوز، يعني 300 غرام لوز و 300 غرام ديال القرقاع. هاد البودره درتها باش تجيب لي هاد العقده معلكه. من بعد منين نجمع العقده ديالي تجيني معلكه. هنايا ضفت انا تقريبا 2 معالق كبار ديال سكر ناعم، سكر كلاصي، ودرت تقريبا 2 معالق كبار ديال ماء الزهر، وعندي كاس ديال الزبده. بيه غادي نخلط هاد العقده ديالي. الزبده مهم كتذوبوها حتى تتولي نوازيط كيزول من هذيك الماء. هنا انا هنحرك النواشف. هنا تقدروا تضيفوا القرفات، تضيفوا المستيكه، تقدروا تضيفوا اي حاجه. انا منين درت عين الجمل او الجوز او القرقاع قلت غادي نخلي باش يكون الذوق ديال القرقاع يجيني الذوق ديال الجوز او القرقاع. ما بغيت نضيف حتى منسمات، ممكن تضيفوا نتوما اي منسم كيعجبكم. هنايا مهم بديت كنعجن هاد العقده ديالي بداك العقده، كنعجنها بداك الزبده مذابه حتى تتبقى تكور. ها نتوما كتشوفوا راكم عارفين يعني لا تكستور ديالها. نتوما بقى لي هاد الربع ديال قاع الكاس. هنايا كنكور كويرات، ممكن نتوما تصغروا ممكن تكبروا الحجم اللي بغيتو. هنايا انايا درت هاد الكويرات هكا حتى ساليت الكويرات ديالي، وغادي ندوز ان شاء الله. انا خدمت هاد البسيطلات ديالي بالورقه ديال الفيلو. على فكره البنات، انا هاد المعسله او هاد البسيطلات دخلتهم للفران، يعني ما قليتهمش. هذه هي الحاجه اللي زوينه في هاد المعسله. كنجيب هاد لاباط فوتي ديالي وكنقطعها بشكل طولي، وكنقطع هذاك الشكل الطولي كنقطعو على 3 ديال المرات ديال الكارويات. هانتوما كتشوفوا. والاخرى كنجمعها كنديرها في شي طورشون او بلاستيك باش ما تيبسش، لان الفينو راكم عارفينها حساسه وفراجيل دغيا كتيبس. هنايا درت الزبده، عندي الزبده مذابه غادي ندهن بها ديك لاباط فيلو ديالي، وعندي بياض البيض باش غادي نكولي هاد البسيطلات ديالي، باش غادي نجمعهم باش ما يتحلوليش منين ندخلهم للفران ما يتحلوش. كندير ديك الكويره ديالي ديال العقده وكنمسح مع الجناب. هانتوما كتشوفوا كنمسح مع الجناب بياض البيض، وكنحاول نجمع كنعطيهم شكل بسيطله، ولكن هما بسيطلات صغيورين. هانتوما كتشوفوا. وهذه صدقوني اخوتي يا البنات، هاد الورقه ديال الفيلو كتعطيك الطوع ماشي بحال ديال الورقه. يعني الا دهنتوها وكانت مدهونه راكم كتعطي يعني كتحكموا في الطي ديالها. انايا خليت واحد الحبات ديال القرقاع هكا صاينين بها باش كنبقى نزوق هاد البسيطلات ديالي، وغادي نستمر في الطي. غادي ندهن البلا اللي غادي يدخل الفران او الطبسيل اللي غادي يدخل الفران كندهنو بالزبده، وكنستمر بنفس الطريقه. هانتوما كتشوفوا كنبقى نجمع البسيطلات ديالي، ممكن تكبروا ممكن تصغروا، ومهم وكتستمروا هكا حتى تتساليو هاد البسيطلات ديالكم او هاد المعسله. على فكره البنات، هاد المعسله هذه راها دارت ضجه في مواقع يعني التواصل الاجتماعي، لا الانستغرام لا التيك توك لا اليوتيوب حتى في الفيسبوك. المهم
دارت واحد الضجه، يعني معسله زعما، شنو غنقول لكم، عمليه ما كتاخذش الوقت وما كنقليوهاش، كندخلوها للفران يكون سخون، كتحمر البنات، تنخرجوها كنخليوها في داك الطبسيل اللي طابت فيه وكنخويو عليها العسل. ما تكونش قاصحه، خصها تكون جاريه، يعني الا كانت عندكم قاصحه سخنوها، وكنرجعوا ندخلوا اللاطه ديالنا للفران وهو سخون باش كتشرب لنا ديك العسل. انا هنايا طيبت اللاطه الاولى ووليت عاوتاني دخلت اللاطه الثانيه. المهم جيتكم بهذا الاقتراح هذا، يعني واحد المعسله لذيذه ما تشبعوش منها وخفيفه في الماكله ديالها، وكتبقى شي حاجه عمليه بدون قلي بدون زيت، يعني كتدخل للفران. هذا اقتراحي اليوم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي تعجبكم، وهذا البسطلات يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم ان شاء الله. اللي شاف هذا لا فيديو ما تنساونيش ان شاء الله من التعليق ومن لايك للفيديو، واللي ما مشتركش يفعل الجرس باش يوصل له كل جديد مني. هنا دزت معكم غادي نوريكم شكيلات كيفاش جاو. هذا من بعد ما باتوا في ديك العسيله الله غدليه. ممكن ديروهم في ديك كيسات، انا درتهم هكا، ولكن الاغلبيه خليتهم لان فيهم العسل. صوبت هي واحد الكميه هكا قليله. ممكن الى عندكم هادوك لي كيسات اللي خاصين بالحلويات المعسله كيجيو زويونين. انا درت لهم هاد لي دونتيل، لي كيسات دونتيل، ودرتهم عاد في داك لي كيسات عاديين. هنايا زوقتهم، عطيتهم ديك اللميعه بداك الورق الذهبي، يعني ماشي كلشي، هي شي وحدين هكا رشيت فيهم ديك الورق الذهبي. صدقوني البنات والله الا كيجيو لذادين. وراني كنشارك معكم هي الحويجات اللي في المستوى، واللي يعني انا يعني معتمداهم وناجحين معايا، ومني كتنجح معايا الحاجه وكتعجبني وتقدموها لضيوفكم بتحميرة الوجه، يعني شي حاجه اللي في المستوى توب توب توب، ما عندي ما نقول. والمذاق ديال داك القرقاع كيجيو واحد الثمن نقول لكمش. المهم وكثر من هذا الشيء اننا ما كيتقلاوش وتنتفاداو القلي. في بعض المعسلات كندخلوا غير الفران وتخرجوهم وبصحتكم وراحتكم. وهذا الاقتراح راه ممكن تقدموه حتى في الطاوله ديال العيد، سواء العيد الصغير او العيد الكبير، في الاعياد ان شاء الله. هذا اقتراحي، نقول لكم الى اللقاء، مع السلامه في فيديو اخر، مع السلامه.